للعام الرابع على التوالي يفتح المركز اليهودي في إحدى ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن أبواب كنيسه أمام المسلمين لأداء صلاة الجمعة والتراويح خلال شهر رمضان. المبادرة التي انتقلت هذا العام إلى معبدين يهوديين آخرين ينظر إليها على أنها تجسيد للتسامح بين الأديان وترفع عن الخلافات السياسية بين المسلمين واليهود. يتقاطر المصلون على الكنيس اليهودي في منطقة ريستون القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، غير أن هؤلاء ليسوا من أتباع الديانة اليهودية، بل مسلمين اعتادوا إقامة صلاة الجمعة في شهر رمضان في الكنيس نظرا لاكتظاظ مسجد المنطقة. الإخوة في هذا المعبد لما فتحوا لنا باب هذا المعبد لنصلي الجمعة والتراويح، رحبنا بذلك، لأنه ليس هناك الإسلام ما يمنع أن يصلي الإنسان في المعبد أو في الكنيسة. فهذا المعبد وهذا السيناغوج أهله لما علموا أن فرعنا هنا في ريستون يحتاج إلى مكان، هم الذين بادروا. المشهد غير مألوف، فالحاخام اليهودي يعتلي المنصة مرحبا بالمصلين ومشددا على معاني التسامح الديني قبل أن يفسح المجال للإمام ليلقي خطبة الجمعة.